مشاهدونا الكرام، تحية عطرة عقب عيد الاستقلال. نهنئ الشعب السوداني بهذه الذكرى، ونتمنى أن يكون هذا العام عاما مباركا تزول فيه جميع الأحزان، وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا الحبيب. نحن اليوم بصدد استقبال قافلة طبية برعاية جمعية التبيان بولاية كسلا، وبإشراف الاستخبارات العسكرية بالتحالف السوداني بمحلية حلفا الجديدة. جاءت هذه القافلة الطبية دعما للقطاع الصحي بمركز القرية صبا عرب. تابعوا معنا هذه اللحظات من داخل القرية صبا عرب، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد الذي أجبر المواطنين للنزوح، كانت محليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة بولاية كسلا الملاذ الآمن للمواطنين، وقدمت لهم الخدمات والتأمين وغيرها. ولا زالت المحليات والمؤسسات العسكرية والخيرين يقدمون الدعم المتواصل والمساندة لهم. ومن هنا يأتي دور الاستخبارات العسكرية بالتحالف السوداني قطاع دارفور شمال، والذي لا يعلو جهدا على كل الداعمين، حيث سير قافلة طبية لمعسكر الوافدين لمركز القرية صبا عرب بمحلية نهر عطبرة برعاية جمعية التبيان الخيرية بولاية كسلا. وشمل وفد القافلة سعادة العميد آدم خاطر رئيس التحالف السوداني بالمحليات الثلاث حلفا الجديدة ونهر عطبرة وخشم القربة. استقبل قادة وأعيان المجتمع والمواطنين بالقرية صبا عرب القافلة بأهازيج الفرح والهفاوة التي عكست الصورة الجمالية للترابط والتلاحم بين مكونات المجتمع. وحيا العميد آدم خاطر والي ولاية كسلا ومواطنو القرية صبا عرب، وقال إن هذا الدعم قيد من فيض، مشيرا إلى أن التحالف يقدم الدعم والإسناد لأهالي القرية في الوقت الذي يدافع فيه جنوده في الخطوط الأمامية لمعركة الكرامة، مشيدا بدور الجنرال علي جاد الله الرضي مساعد رئيس التحالف السوداني للأمانة الاجتماعية بحركة التحالف، مقدما الشكر والامتنان للجنرال نسبة لما قدمه من إنجازات وتطور في تاريخ التحالف السوداني قطاع دارفور شمال. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله ألف على السلامة لكادر الموجودين معنا من كسلا. يقول لهم لكم التحية والاحترام والتقدير، لكم الشكر والاحترام لناس قرية صبا. ده حاجة بسيطة بالنسبة لنا، ونحن إن شاء الله جاينا في حاجة أكبر من كده. بنختصر الموضوع، نحن لسه ماشيين في الخطوط الأمامية، لكن عندنا حاجة بسيطة نقدمها عليكم. والزمن عشان ما يسرقنا، معانا القادات موجودين كلهم القوات المشتركة باسم الشهيد خميس عبد الله بكر الجنرال الرج. الله أكبر. الله أكبر. باسم الجنرال علي جاد الله الرضي، وهو طبعا الجنرال ده هو زول مساحي، وصل هنا في داخل حلفة، لكن ما مر على الغرة، لكن جذوره هو موجود هنا عشان ما يمشي يمر على الغرة. شو الحاجة لازم طالبينه عشان ما الجذور الموجودة ده يمشي يجيب مع المواطن مع أهلنا النزهة. الله لكم الاحترام والتقدير. وقالت الدكتورة تبيان هاشم مسؤولة جمعية التبيان الخيرية أن هذه القافلة هي مبادرة لدعم الوافدين بمعسكر القرية صبا عرب، موضحة احتواء القافلة على أدوية وعقاقير طبية ومختبر حديث، بالإضافة إلى الكوادر العاملة بجمعية التبيان الخيرية، مشيدة بحسن الاستقبال والكرم والضيافة من الأهالي بمنطقة القرية صبا عرب بمحلية نهر عطبرة. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتورة تبيان هاشم بشير، رئيس جمعية التبيان الطبية الخيرية. جينا قبل كده، اللجنة الشعبية بتكون عارفة، جينا عملنا دراسة جدوى ورسم ميداني. حبينا نقدم مبادرة لأهلنا وأخواننا وأخواتنا ناس القرية والوافدين. حفلة جاية من كسلا، عبارة عن كادر طبي، عبارة عن علاجات. حنحاول نغطي ولو جزء بسيط من احتياجاتكم، وربنا يقدرنا نكون عند حسن ظنكم جميعا.
شكرا على الضيافة دي. وفي النهاية نحن في بيتنا يا جماعة، ما تدعم. وأنا من هنا بقول لكم الدار دارنا والمحل محلنا، كلها بيوتنا والله. شكرا على حسن الضيافة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم جميعا، ونقدر نوفر لكم ولو جزء بسيط من اللي انتم بتحتاجوه. ربنا يقدرنا، وشكرا لكم كثير. وحيا العمدة عثمان القوات المسلحة ومن ساندها من القوات في معركة الكرامة، مشيدا بدور الجيش الأبيض الذي قام بدور فعال في معركة الكرامة. في الختام مشاهدونا الكرام، نقلنا لكم تقرير القافلة التي توجهت إلى معسكر القرية صبا عرب بإشراف الاستخبارات العسكرية بالتحالف السوداني قطاع دارفور شمال. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. في رعاية الله، فيروز يعقوب إسحاق، قناة آفاق السودان.